أحبة معك تصيبها أبو فيها تفكرت بالدنيا وتابعت ما جرى وأنا مؤمن بالقدر شره وخيراته ولتجربة دامت سنين من طولت تعلمت مع صلات وقتي بجولاته وأنا اللي تحداني زماني وحدني وخلاني أعرف كيف ألاقي صعوباته وأنا في رجا وعده العبد يا صبر وأنا في رجا عبده ولطفه ونفحاته وراس قد بلع مساكنه وخلص أخر لا يطير الجو لأن النهجات وصبر على الشدات والصابح النبي محمد سلام الله عليه وصلواته وعزيزين لملس فضلهم رأس مالهم مولارهم كثر عليهم من ميلاته يحاول عزيز النفس يخفي ضرورته على الناس لا يبرع عدوه وشماته يعين حيا وجهه على حفظ سمعة الفقير الغني يعين حيا وجهه على حفظ سمعة الفقير الغني ما يعلم حاجاته وهذا دليل الرجل يثبت رجولته الظاهر والله يعلم خفياته يدلك على الرجال هرجا يا هرج ويدلك على نيات قلبه حركاته كثيرة شروط الرجل وكثيرا شروط الرجل إذا توفرت الرجل يثبت كلمة الرجل في ذاته ليهتم في دينه وكل الأموال وتصل بلع والغفران ربه ورضاه وتمثل حب الجار والضيف والخو يحلي من عن الجاهل ذنوح الجنات مع الوصل بالأرحام والشكر والثنى من كون الدنيا بحكمه وبدراته وصدق بالوعود وكمل القول بالعمل ونكث بين الناس هرجه لما توحظ سر من يعطيه السر وامانته وغض النظر عن عيب غيره وخلاته ومن يحترى المسلم يشعر قلة التروى كيف يفسد العرض وعوراته هذا بشر بالخير والله بشر وغيره تصير الشوق من يوم جاراته أعطيتك عنه الخير كلمات موجه وبعضيك علم عن المنافق وشراته فيور لأخاص مخاين اليوت من كذوب اللي أسول في بالغ بكلمات ولا يلتزم بالعاد والوعد يخلف هذا اللي يقولونه وهذه علامات طريقين معروفين للطيب والرد وكل يحب اللي شرع عند حجاته إذا نعم الخير فربح حياته وإذا المضاهي ما قل المضاهاته ومن المضاهي بالعمل يرفع علما هو المجرم اللي يطرحونه البصمات وعفوا عن التفسير انا اعطيت فكرتي وعبدت عن فوضات وقتي جولاته وانا مدعي بالعلم عن كل عارف اهل نظرتي والناس كلنا بنظراته وتمت صلى الله على سيدنا البشر محمد سلام الله عليه وصلواته